انا هسيبك النهارده والنبي لا شايلك طين فوق اكتر من اللي انت شايله. استنى عليا بس. واد يا محمود نعم يا ماما. تعالى عليا هنا، روح على ابوك نكد عليه وافضل زين في دماغه لحد ما يجيب لك لبس العيد. يلا يعني انت النهارده. الو، ايه يا بنتي عامله ايه؟ ما بتساليش على صاحبتك ليه كده؟ انا الحمد لله والله. كلمتك بعد المغرب كده ما ردتيش. ايه؟ جوزك خدك ونزلت جبت لبس العيد؟ طب مبروك يا اختي. لا انا لسه كده، لا ما جبتش والله، يعني يومين كده وهجيب ان شاء الله. ماشي سلام. امال ايه؟ ناس لها حظ تجيب لبس العيد من بدري واحنا ما جبناش. كل ما اكلمه يقول لي مش معايا مش معايا. انا عارفه حماده ماله نايم في الخط كده، لا جاب لي عبايه العيد ولا جاب لبس للولا. لا ما ينفعش، مش هينفع اسكت كده، لازم اخليه يتصرف ويجيب لي لبس العيد انا والولا. ماشي يا حماده. امال ايه؟ عمال لي نفسك شايل الهم يا اخويا. هو انا هسيبك النهارده؟ والله ما هسيبك يا حماده. ازيك يا حماده؟ ازيك يا نور عامله ايه؟ الحمد لله يا اخويا. هو انت على طول كده قاعد شايل الهم كده وبتفكر؟ قاعد على طول شايل هم وفكر. الحمد لله يا نور، الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. بقول لك ايه بالعربي كده من غير ما نلف وندور، احنا عاوزين نجيب لبس العيد انا والولا. عايزين نجيب لبس العيد؟ حاضر هجيب لك لبس العيد من غير لف ودوران. هجيب لك لبس العيد يا اصيله يا جدع يا بنت الناس يا وتد يا سندال. ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني. بس معلش تعالى على نفسك شويه. لو صرفت في مبلغ قليل هجيب للواد بس الاول هدوم العيد، وان شاء الله باذن الله ربنا يحنن عليها وهجيب لك عبايه انت كمان. نعم. انت ناوي تجيب لابنك الاول؟ لا انا ماليش دعوه، انا عاوزه تجيب لي لبس العيد زي ما هتجيب لابنك. انا اصحابي كلهم جابوا عبايات للعيد. صحابي. هي دي بدايه الخراب. هي دي الكلمه اللي خربت كل بيت اتخرب. هي دي اللي في الكلمه اللي فرجت كل اتنين كانوا عايشين مع بعض بيحبوا بعض. صحابي يا بنت الناس. صحابك قادرين جوازهم يجيبوا، انا مش قادر. حظك رزقك يا نوره. مد لحافك على قد رجلك، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. بقول لك ايه يا حماد، انا ماليش دعوه بالكلام اللي انت عمال تقوله دوت. مش معاك تجيب لنا لبس العيد؟ اتصرف استلف من اي حد. استلف من اي حد؟ حاضر حاضر يا محترمه يا اصيله، حاضر هستلف. بس انت مش واخده بالك من حاجه، اللي هستلف منه هيصبر عليا بالكتير جو شهر، ولو اديت له اللي انا خدته منه مش هنلاقي ناكل. ما هو انت عارفه يا نوره، ما هو انت مراتي، انت ستر وغطايا. ما انت عارفه اللي فيها، ما انت عارفه ان اللي جاي على قد اللي رايح. هديله فلوسه منين؟ ايوه يعني بعد الكلام ده كله كده انا حاسه ان انت مش هتجيب لنا لبس العيد. يا بنت الناس هو انت ليه بتكلميني كده؟ على فكره يا نوره انا اصيل، انا ابن ناس، انا ما استاهلش المرمطه اللي انا فيها دي. انا مش جايبك عشان خاطر الحلوه بس، انا جايبك عشان خاطر المره. انا لما رحت خبطت على بابكو وقعدت مع ابوك حطيت ايدي في ايده، كنت عايز، قلت له انا عايز واحده بنت ناس. كنت فاكر ان انا رايح لواحده بنت اصول. لما تلاقي جوزها مزنوق هتفتح الدولاب تطلع اي عبايه وتقول له ما تشيلش هم، ما تفكرش، انا عندي حسك بالدنيا. بس يلا هو نصيب، حامدينه وشاكرين الحمد لله. بقول لك ايه، تجيب وتغطس وتجيب لي عبايه العيد. انا ماليش دعوه بالكلام اللي انت بتقوله دوت، ما باخدش منك غير كلام بس. ما بتاخديش مني غير كلام بس. صبرني بقى، صبرني. قدرتك نصيب مكتوب، مكتوب. انت رزقتني بواحده مش جدعه مش اصيله، اكيد هتعوض عليها في حاجه تانية. عوض عليا يا رب. عامل لي فيها شايل الهم يا اخويا. والله ما هسيبك النهارده. ماشي. واد يا محمود. نعم. تعالى عاوزاه. بقول لك ايه، ابوك قاعد هناك اهو، تروح تقعد جنبه تعيط له وتزن له وتقول له عاوز لبس العيد يا بابا. ماشي؟ قال لك مش معايا فلوس دلوقتي، هبقى اجيب لك بعدين. قول له اتصرف يا بابا، استلف يا بابا، نكد عليه، ما تسيبش ابوك غير لما يجيب لك لبس العيد. انت فاهم ولا لا؟ وانا هسيبك، والله ما هسيبك النهارده يا حماده. بابا يا محمود ايه رايك في دول؟ رأيي في دول حلوين يا محمود. هدومك دي يابا مالها عسل حلو. بص يا بابا انا هعيد بيهم.
هتعيد في دول؟ لا يا محمود، دول قدام، دول من الدولاب يابا. انا ربنا يقدرني وهجيب لك يابا هدوم جديده. لا يا بابا مش عايز حاجة عشان انت غلبان مش معاك فلوس. مش عايز حاجه عشان انا غلبان ومش معايا فلوس؟ الله يبارك لك يا محمود، الله يبارك لك يا ابني، الله يبارك لك. وصلت الاشاره، الاشاره وصلت يا رب. عوضك وصل، هو ده العوض. الام مايله بس الواد طالع بحس بابوه. استرجل، مالكش دعوه بامك، ما تمشيش ورا كلام الستات، ما تبقاش زيهم. استرجل وعلى جد لحافك مد رجلك. امك طلعت مايله، العوض فيك انت، حسب ابوك. ما لما تبقى امك مايله وانت زيها مايل، الاب ده يروح فين؟ هو اللي ما يلاقيش راحته في بيته يروح فين؟ يا ست الكل، اذا كان هو جايبك هو مش جايبك عشان ايام الفرحه بس. الحياه مش كلها سرور وسعاده وفرح وهنا، المطبات والمزانج اكتر مليون مره. لو انت مش شايفه نفسك جدعه من جواكي وجعانه وطالعه من بيت جعان، خليكي جنب ابوكي، ما تطلعيش تجري في الناس معاكي. عوضك يا رب يا ابن الناس. ايا كانت المشاكل اللي جواك قول يا رب، صدقني بيبعت العوض. ممكن تكون الام مايله بس ربنا يوعدك بعيل عنده 4 سنين بس دماغه توزن بلد. قول يا رب وهو هيعوض عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.